مين الطلاب اللي هتستلم التابلت؟ طلاب المدارس الحكومية سواء الثانوي العام أو الثانوي الخدمات. طلاب المدارس الخاصة كانوا بيستلموا تابلت من أول تولي الدكتور طارق شوقي حتى العام الماضي. العام الماضي تم إصدار قرار بعدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة إلا في حالة واحدة، لو المدرسة هتتحمل تكلفة التابلت. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، محدش يدفع تأمين التابلت إلا لما المدرسة تبلغك رسميا أو تنزل بيان من خلال صفحتها الرسمية على الفيسبوك. النقطة الثالثة، وزارة التربية والتعليم وضحت الأوراق المطلوبة لتسليم أجهزة التابلت لطلاب المدارس الثانوية سواء الحكومي ثانوي عام أو ثانوي خدمات. الأوراق المطلوبة: صورة شهادة الميلاد للطالب، صورة بطاقة الأب، صورة بطاقة الأم، إيصال تأمين التابلت من البريد المصري زائد 2 صورة منه، صورة وصل المصروفات، وأصل شهادة الإعدادية لمن لم يسلمها. من فضل حضراتكم محدش يدفع مبلغ تأمين التابلت إلا لما المدرسة تبلغك، علشان ما نقعش في نفس مشكلة العام الماضي. لازم تكون دفعت المصروفات علشان تدفع مبلغ تأمين التابلت، وبالتالي تقدم الأوراق المطلوبة لتسليم أجهزة التابلت لطلاب الثانوي العام والثانوي الخدمات. مين اللي هيستلم الأول؟ طلاب المدارس. هيتم توزيع التابلت بالتساوي، بمعنى كل إدارة وكل محافظة لها عدد محدد من أجهزة التابلت. هننزل النشر لحضراتكم من خلال قناة الأخصائية شيماء هيكل، ولكن حتى الآن مفيش أي بيان رسمي بيوضح موعد تسليم التابلت لدفعة 2025. وبأكد للمرة المليون، لم يتم إلغاء نظام التابلت، ونظام التابلت موجود، ومن العام القادم هيتم تدريس مادة البرمجة مادة أساسية تضاف إلى المجموع لطلاب أولى وتانية ثانوي. بالتوفيق لجميع طلابنا. انتظرونا في فيديو توزيع درجات أعمال السنة لطلاب أولى ثانوي وطلاب تانية ثانوي.